يرحمك يا بابا. كنت سندي وانا مش واخد بالي، وكنت ظهري وانا مش ملاحظ ولا حاسس. ساعدتني كتير من غير ما تحسسني باللي بتعمله عشاني. توجيهاتك اللي كانت بتزعلني وتضايقني هي سبب نجاحي. من غير ما اطول عليكم، تعالوا شوفوا الحكاية واسمعوها، هتفهموا لوحدكم انا قصدي ايه. من فضلك يا حسام، افصل الكهرباء لو انت مش محتاجها، واطفي الانوار اللي ملهاش لازمة وملهاش استخدام. مش هعيد تاني الكلام. حاضر يا بابا. هو انت مش مراعي ان انا مش صغير ومش محتاج كل شوية حضرتك توجهني اعمل ايه؟ على العموم حاضر، هعمل اللي حضرتك عايزه. يا حسام، 100 مرة قلتلك قبل ما تخرج من الحمام اتأكد ان حنفية المية ما بتنقطش. انت كده بتهدر في المية، وحرام عليك يا ابني، ربنا يحاسبنا. حاضر يا بابا. دايما بابا كان بينتقدني وبيتهمني بالسلبية. كان دايما بيعاتبني على الصغيرة والكبيرة، حتى وهو على فراش المرض. لحد ما جه يوم ولقيت وظيفة، اليوم اللي فضلت منتظره. برافو عليك يا حسام، بكرة عندي انترفيو. لو حصل ونجحت هبقى في وظيفة مرموقة في شركة كبيرة قوي. يا سلام يا حسام، لو اتقبلت في الوظيفة دي هسيب البيت بلا رجعة، هرتاح من ابويا وتوبيخه اللي ما بيخلص وانتقاده اللي على طول بيقولهولي. وفي اليوم ده صحيت بدري ولبست اجمل بدلة عندي، وخلاص هبتدي اخرج. لقيت ايد بتطبطب على كتفي وانا واقف عند الباب. بتلفت لقيته ابويا واقف مبتسم، رغم انه تعبان وباين على عينه ووشه التعب والمرض. حط ايده جوه جيبه وطلع لي فلوس وقال لي: يا حسام يا حبيبي، أنا سعيد جدا باللحظة اللي انت فيها دلوقتي، لحظة ان اشوفك كبرت وربنا قدرني ان انت تقف على رجلك، وان شاء الله ربنا هيكرمك وترجع بالوظيفة الجديدة. بس عايز اقولك، ودي اخر حاجة هقولها لك، خليك ايجابي وواثق من نفسك وما يهزكش اي سؤال. قبلت النصيحة على مضض وابتسمت وانا من جوايا متضايق. حتى في اللحظات دي ما بيبطلش ينصحني، وكأنه كان متعمد يعكر مزاجي في اسعد لحظات حياتي. خرجت من البيت بسرعة وخدت عربية أجرة ورحت للشركة. وأول ما وصلت ودخلت من بوابة الشركة حصل اللي ما كنتش أتوقعه، حاجة ليها العجب. ايه ده؟ هما فين الموظفين؟ فين الناس؟ فين الأمن وموظف الاستقبال؟ معقولة شركة طويلة عريضة مجرد بس لوحات إرشادية هي اللي هتوديك لمكان الانترفيو؟ مش عارف، حاجة عجيبة قوي. بس أنا همشي على اللوحات وأشوف الدنيا فيها ايه اللي هناك ده؟ أنا ملاحظ كده إن في أكرة باب مكسورة، ممكن تقع من مكانها أو لا قدر الله تعور حد. أعمل ايه؟ أصلحها ولا أسيبها؟ لا، هصلحها. بابا دايما كان يقول لي خليك إيجابي. أنا هروح أصلحها بسرعة
وبعدين أروح على المقابلة الشخصية. إيه ده؟ هي ليه حديقة الشركة كده مليانة بالمية؟ دي الممرات غرقانة. يمكن البستاني ساب المية مفتوحة وانشغل عنها. أيوة هو كده بالظبط. طب أعمل إيه؟ أسيبها أنا كمان وأمشي ولا أروح أقفلها؟ بس بابا كان دايما يعنفني لو هدرت في المية. أنا أحسن حاجة عشان ربنا ما يحاسبنيش هروح أقفلها. ياه، أخيرا الحمد لله وصلت المبنى الشركة. ده اللوحات الإرشادية دي طلعت صعبة قوي. بس هو إيه كم الأنوار اللي مفتوح ده؟ في إضاءة عالية جدا ومحدش قاعد في المكان ده. لو كان بابا معايا كان زمانه زعق زي ما كان بيزعقلي ويقول لهم طفوا النور ده. وبابا معايا ليه؟ أطفيها أنا كمان عشان بصراحة حرام محدش قاعد والنور والع وإحنا في عز النهار. يلا هروح أطفيه وخلاص. ياه، كل دي ناس مقدمة للوظيفة وأنا واحد من دول كلهم وعندي أمل. عموما أنا سجلت اسمي في قائمة المتقدمين. هقعد استنى دوري. بس معقولة؟ بص الناس لابسة ازاي وانا هدومي بصراحة مش قد كده وهيئتي جنبهم ولا حاجة. واللي واقف هناك ده بيتباهى بشهادته اللي حاصل عليها من الجامعة الأمريكية. ايه ده؟ انا لاحظت كده ان اللي بيدخل المقابلة ما بيقعدش جوه دقيقة على بعض. يا ترى دول كلهم بهيئتهم ولبسهم وشهاداتهم ما قبلوش، انا اللي هقبل؟ بصراحة كده انا احسن حاجة اعملها ان انا انسحب واخرج من المنافسة الخسرانة دي بكرامتي قبل ما حد يقولي بنعتذر لك. حسام عبد اللطيف يتفضل، عنده مقابلة شخصية دلوقتي. أنا شكلي كده اتدبست وداخل المقابلة. هدخل وأمري إلى الله. أهلا وسهلا، شرفتنا. تحب تستلم الوظيفة إمتى؟ أكيد يعني إن شاء الله بعد ما اجتاز الاختبار. بس أنت اجتزت الاختبار بنجاح. إزاي يعني؟ هو أنا لسه اتسألت أي سؤال؟ إحنا قررنا إنه الأسئلة هتبقى بشكل عملي. حبينا نقيم المتقدمين بطريقة عملية وإنت نجحت في الاختبار. مبروك عليك الوظيفة. أيوة بس أنا مش فاهم، يعني هو إيه اللي أنا عملته عشان أنجح في الوظيفة اللي من غير أسئلة؟ بص يا حسين، إحنا صممنا مجموعة اختبارات عملية بتكشف لينا سلوك المتقدمين ومدى إيجابيتهم، وكنت أنت الشخص الوحيد اللي سعيت عشان تصلح كل عيب إحنا تعمدنا نحطه قدامك وفي طريقك وفي طريق كل متقدم غيرك. ومن خلال كاميرات المراقبة اللي إحنا زارعينها في كل مكان في الشركة قدرنا نحدد الشخص المناسب، الشخص الإيجابي، وهو أنت يا حسام. وقتها بس ما كنتش شايف حاجة، ما كنتش شايف أي حد، ونسيت الوظيفة والمقابلة وكل شيء، وما كنتش شايف غير صورة أبويا. الباب الكبير اللي كان ظاهره القسوة لكن باطنه الرحمة
والمودة والحب والحنان والطمأنينة. حسيت وقتها برغبة شديدة جدا في ان انا ارجع البيت وابوس ايده ورجله. ولما وصلت البيت شفت قرايبي والجيران متجمعين بيبصولي نظرات يأس وعطف. من عينيهم فهمت كل حاجة، وقلت لنفسي هو انا وصلت متأخر ولا ايه؟ دلوقتي اشتقت لسماع صوت بابا، حتى اشتقت لزعيقه وصراخه في ودني. بسأل نفسي هو انا ليه ما شوفتش بابا قبل كده؟ ازاي عينيا كانت عميانة عنه؟ ازاي ما كنتش واخد بالي من العطاء اللي بلا مقابل والحنان اللي بلا حدود؟ ازاي كانت عينيا عميانة عن الإجابة بلا سؤال، عن النصيحة بلا استشارة؟ رحيلك مر يا أبي، كنت أنت البار بنا، ولم تنل البر منا كما يجب أن يكون. غبت يا أبي وغاب عني العقل الرشيد والركن الشديد والسند المتين والناصح الأمين. لم يمت أبي ولن يموت، بل سيظل حيا في صلاتي، في دعائي، في ركوعي، في سجودي، في صدقتي، في حجي، في عمرتي، وفي كل عمل أتقرب به إلى الله. أسأله أن يغفر لأبي ويتغمده بواسع رحمته. لم يمت أبي، وإن مات فهو باق في نفسي إلى أن ألحق به في جنات الخلود.